مساء الفل. في اخبار بقالها يومين ثلاثه كده ان في مستثمر خليجي او اماراتي هيشتري الزمالك. الراجل المحترم طلع من ساعه كده ونفى الكلام ده كله، قال ان هو ملوش ميول كرويه ومش التخطيط بتاعه ان هو يشتري انديه دلوقتي. طيب، نتكلم لو الموضوع ده اتعرض بجد، بقى موجود بجد، اتعرضنا ليه بجد كاهلي وزمالك. هنتكلم من وجهه نظر الزملكاويه، كاني واحد منهم، يعني انا زملكاوي، فنتكلم من وجهه نظر الزملكاويه، واخواتنا الاهلاويه برضو يدخلوا يتكلموا لو الموضوع ده اتعرض على الاهلي او الموقف ده اتحطوا فيه، فهيوافقوا ولا هيرفضوا. من وجهه نظر الزمالك او انا يعني كزملكاوي، دلوقتي في ثلاث ايجابيات وثلاث سلبيات. نتكلم الاول على الايجابيات. نتكلم على الايجابيات. اول حاجه ان هيبقى في استقرار مالي كبير جدا موجود في النادي، مش موجود من سنين طويله قوي او مش موجود خالص زي بيراميدز كده. في استقرار مالي رهيب هيبقى موجود في النادي، في لعيبه تحب تجيلك، في فلوس هتتاخد في مواعيدها، في استقرار مالي رهيب هيبقى موجود في النادي. ده اول ايجابيه. تاني حاجه ايجابيه ان هو يبقى عندك مجلس مستقر. ده مجلس زي شركه هيبقى مستقر، ملوش دعوه ان هو مجلس اتحل اي خلافات، مفيش اي الحاجات دي كلها خالص. انت بعيد خالص عن الرقابه او موضوع خالص عن الحل وعدم الاستقرار ده كله. هيبقى عندك استقرار كده مالي واستقرار اداري. تالت حاجة إيجابية موجودة أو هتبقى موجودة إن هو هنتخلص من الخلافات اللي إحنا عايشين فيها بقالنا 25 سنة. ممدوح عباس ومرتضى منصور وأحمد سليمان ومش عارف مين ومين ومين ومين، والخناقات دي كلها هنرتاح منها. مفيش خلافات، مفيش قواضي، مفيش كل واحد يطلع يقول لك أنا اللي عملت، أنا اللي رحت، أنا وجيت، أنا أمير، أنا أحمد، أنا معرفش مين. مفيش الحاجات دي كلها خالص. هنخلص من الخلافات، هنخلص من كلمة الأنا دي كلها. يبقى عندك مستثمر زي الفرق الأوروبية كلها، انجلترا وايطاليا والمانيا، كله عندهم مستثمرين، كلهم عندهم ملاك، والفرق كلها ناجحه وماشيه في طريق كويس جدا. فالموضوع مش هيأثر على النادي في حاجه، لا ده بالعكس هياخد نادي لقدام. دول كده الثلاث ايجابيات. نتكلم بقى على ايه، على السلبيات. اول سلبيه ان انت عندك واحد صاحب نادي التفكير كله استثماري. يعني ايه؟ يعني يجي لك مثلا ايه، انا دلوقتي عندي زيزو بكام؟ 5 مليون دولار. انا جبته بكام؟ جبته بمليون. ابيعه الاهلي بسبعه، بعد سبعه ابيعه الاهلي. هيبقى الموضوع كده بقى، اللي انا استثمار. انا بجيب لعيبه، ببيع لعيبه، بغض النظر بقى بيعها لمين بقى، بيعها بقى الاهلي، يبيعها بيراميدز، بيبيع مباشر بقى. فده انت مش هتعرف تعترض على حاجه. انت خلاص انت راجل، يعني الناحيه الجماهيريه اتشالت من صفه النادي، بقت نادي استثماري زي بقى ايه، وادي دجله، الجونه، الحاجات دي كلها. ده اول حاجه سلبيه. تاني حاجة سلبية إن المجلس ده مترتب على الأولانية، اللي هو دلوقتي في إخفاقات أو مفيش إدارة كويسة، فمش هينفع تعترض. مفيش جمعية عمومية هتشيلك وتجيب واحد تاني أو تجيب واحد أصلح أو في منافسة. لا خلاص، الموضوع خلاص، هو موضوع طرف واحد هو اللي شغال. تالت حاجة سلبية، ودي أكتر حاجة أنا خايف منها، يجي النادي يتباع مستثمر، هو اللي بيعين طبعا مين مسؤول الكورة، مين الحاجات دي كلها، فيروح جايب لك مسؤول كورة هو المسؤول عن ملف الكورة، مثلا مرتضى منصور. فانا بقى هيبقى خدنا خازوق زي مثلا الشجرة الصناعية، النخلة الصناعية بتاعت الاتصالات دي، فيطلع من دماغنا. فانت كده خلاص، انا كده لبست، انا متعين يا اسطى، انا كده انا موجود متعين. انا مفيش بقى حاجه تيجي يشيلني، مفيش حد يجي يحلني، مفيش جمعيه عموميه. انا راشق معاكم، انا موجود وراشق معاكم. دي الثلاث ايجابيات والثلاث سلبيات. الموضوع لو موجود مع اخواتنا الاهلاويه، خشوا كده اتكلموا معايا، قولوا اللي موافق موافق، موافق ليه، واللي رافض 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 ليه. الزملكاويه الاهلاويه كله يتكلم، ونشوف كده ممكن نتحط في موقف ده في الفتره القريبه اللي جايه، ان الناديين يتعرضوا للبيع ويبقوا استثماريين ويبقوا شركات زي اوروبا كلها. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، وشكرا.